السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر أحمد كمال مدرس اللغة الإنجليزية. لو أنت ثانوية عامة 2026 فأنت في المكان الصح. لو لسه بتسأل نفسك أذاكر من كتاب واحد كفاية ولا لازم يكون كتابين، فأنا بقول لك أنا عملت لك اللي محدش عمله. أنا هذاكر معاك من 3 كتب، مش كتاب ولا اتنين. إحنا هنحل مع بعض تمارين 3 كتب، كل قاعدة وكل جرامر وكل درس فوكاب هنحل عليه من 3 كتب متتالية. يعني حضرتك هتدخل عندي القناة هتلاقي الوحدة الأولى مشروح التمارين بتاعتها محلولة في من 3 كتب متتاليين ومكتوب أسماء كل كتاب. كمان أنت عندك الفرصة إنك تكتب لي في التعليقات وتسألني وأنا هرد عليك وبشكل شخصي. أنت بقى دورك تركز وتتعلم وتستغل الفرصة وتشير الفيديو علشان يستفيد غيرك وتعم الفايدة. يلا نبدأ. تعالوا نبدأ دلوقتي نحل مع بعض Grammar Unit 4 اللي هو Compound Adjectives. هنحل ونبدأ مع بعض بالكتاب الأول وهو كتاب المعاصر. رقم 1. Cairo's streets are always crowded. It's one of the most not capitals in the world. تمام. أنا قلت لك يا حبيبي أنت بتجاوب بناء على حاجتين، بتجاوب بناء على معنى الجملة وعلى الصفات اللي أنت حافظها. تمام، ده رقم 1. يعني هو هنا مثلا بيقول لي إن شوارع القاهرة دايما مزدحمة، تعتبر القاهرة واحدة من the most not capitals. هو هنا بيتكلم على الازدحام. تمام، فالقاهرة من العواصم الايه. طيب انا هنزل تحت اشوف ايه المعاني. هل هي densely populated، من العواصم المكتظة بالسكان، المليئة بالسكان؟ الكلام ده ينفع طبعا. طب هل هي fat free، خالية من الدهون؟ لا مش منطقي خالص. well behaved برضو لا خالص، ما المعنى هنا مش ماشي. و ice cold برضو معنى غريب جدا. فأنا هنا عندي الإجابة بتاعتي الوحيدة اللي تنفع هي densely populated. تمام. في تمارين تانية هو بقى هيزود الصعوبة شوية، هيجيب لي densely populated فيها هايفن وواحدة من غير هايفن. في الحالة دي أنا هشرح لك بقى إيه إمتى تختار دي وتختار دي. رقم 2 بيقول لي مستر أحمد الحسن، أو مستر أحمد الحسن is in his 50s so he is a not man. الراجل ده مستر إيه دوت في الخمسينيات من عمره، لذلك هو يعتبر رجل إيه. هو هنا بيتكلم على العمر، فأنا هدور تحت على صفات لها علاقة بالعمر. طيب واحدة واحدة كده. ميدل ايجد دي ولا ميدل ايج دي غلط. ميدل ايجد دي تنفع، ودي الأولى تنفع، وايجد ميدل لا دي ما تنفعش خالص. إذا أنا عندي اتنين ينفعوا، عندي ميدل ايجد دي وعندي ميدل ايجد دي. في واحدة فيهم بهايفن واحدة من غير هايفن. أنا عندي اسم موصوف بعد الصفة المركبة، إذا أنا محتاج ميدل ايجد اللي فيها هايفن واللي هي دي. السؤال رقم 3. The Aymans enjoyed a not trip across the desert watching the sunrise every morning. بيقول لي The Aymans يعني عيلة عمك أيمن استمتعوا بالتريب، رحلة. الرحلة ديت كانت صفاتها ايه بقى اللي هم استمتعوا بيها وكده؟ كانت 10 days من غير هايفن، واسم جمع ما تنفعش خالص. 10 day فيها هايفن واسم مفرد تنفع. تعالى بس نكمل الباقي. 10 days فيها هايفن ودايز جمع غلط، دي مش صفة مركبة. 10 day تنفع ولكن ما فيهاش هايفن. انا هشوف عندي اسم موصوف، ايوه عندي اسم موصوف بعد الصفة المركبة، فانا محتاج 10 day اللي فيها الهايفن. رقم 4. The Suez Canal has a not effect on international trade. قناة السويس ليها تأثير إيه على التجارة العالمية؟ تعال نشوف. تأثير far reaching، هو كل اللي تحت هنا عندي far reaching، فأنا محتاج far اسمها far reaching الصفة. تمام، يعني far reach دي غلط وfar reaches دي غلط، فالصفة اللي أنا محتاجها هي إيه؟ هي far reaching زي سي كده وfar reaching زي إيه. طيب أنا عندي الموصوف أهو، فأنا محتاج far reaching اللي فيها هايفن إيه اللي هي دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك لين bought a نقط dress that reached her ankles. ريم عندها فستان، الفستان ده بيصل كاحلها. تمام، يعني الفستان ده ايه بقى؟
اسمه فستان بطول كامل مش فستان قصير. طيب طول كامل اسمها ايه؟ full length. full length يعني full length دي تنفع بس هنشوف قصة الهايفن. تمام كده؟ full length دي تنفع هنشوف برضو هي قصة الهايفن، ناخد هايفن ولا مش هاخد. length full غلط، fully length برضو غلط. انا عندي الاسم الموصوف جاي بعد الصفة المركبة، فانا هاخد full length اللي فيها الايه؟ اللي فيها الهايفن. السؤال رقم 6. كريم is a not friend who is always ready to help others. كريم ولد ايه او صديق ايه واللي هو دايما بيكون جاهز انه يساعد الاخرون. others يعني الاخرون. طيب هنا تحت عندي في الصفات في strong will strongly willed strong willed. انا حافظ صفة اسمها strong willed. الصفة اللي انا حافظها اسمها ايه؟ اسمها strong willed. فين بقى strong willed اللي عندي؟ دي strong will ما تنفعش، ودي strongly willed ما تنفعش. strong willed تنفع، دي تنفع ودي ما تنفعش. إذن الإجابة الوحيدة اللي عندي هي strong willed. تمام. The table الترابيزة was full of not dishes that made everyone hungry. أطباق على الترابيزة أو على السفرة جعلت الجميع يشعر بالإيه؟ بالجوع. وتحت عندي في الاختيارات في mouth watered mouth watering. أنا حافظ mouth watering dishes يعني أطباق تسيل اللعاب. طيب فين بقى mouth watered غلط؟ mouth watering من غير هايفن ممكن تنفع، mouth watering بهايفن تنفع، mouth watered كلمة واحدة ما تنفعش. أنا عندي الأطباق الموصوفة جاية بعد الاسم، فبالتالي أنا هاخد mouth watering اللي فيها الهايفن. This shop sells only. المحل ده يبيع فقط clothes to raise money for charity عشان يجمع فلوس للتشاريتي للجمعية الخيرية. تمام. هو عايز يقول لي هدوم ايه بقى؟ second hand يعني عاوز يقول لي هدوم مستعملة. تمام. هو انا حافظ مستعمل يعني ايه؟ مستعمل يعني second hand. طب تعالى نشوف الاختيارات. هو جايب second hand وكلمة واحدة ومفيش حاجة في الانجليزي second hand كلمة واحدة. second hand بينهم هايفن خليكي معانا لو سمحتي. second hand من غير هايفن برضه لو سمحتي خليكي معانا. وجايب second hands لا ما تنفعنيش خالص. طب انا عندي الاسم الموصوف اهوت، فالاسم اللي قبله هنا هو compound adjective وفيه هايفن اللي هو فين؟ اللي هو second hand دوت. السؤال اللي بعد كده I cannot live in this weather. It's too cold for me. الجو هنا برد قوي عليا. فهو عايز يقول ايه؟ يقول جو متلج، جو يعني يشبه الايه؟ برد تلج. ودي برضو انا حافظها اسمها ايه؟ اسمها ice cold weather. ice cold weather. احفظ الصفات اللي انا كاتبها لك في الجدول. انا جمعت الصفات اللي في كل الكتب تمام، والملخصات وكتاب المدرسه وكل الحاجات ومعظم المراجع، الحاجات الدارجه قوي جمعتها لك وحطها لك في جدول احفظها. تمام. لما نيجي نقول بقى ايه؟ الجو متلج قوي ice cold weather. فين ice cold weather؟ عندي اهوت ice cold. طبعا احنا قلنا يعني ايه؟ بنخليها كده معانا وبعدين نرجع لها تاني. دي تنفع، وايس كولد اهيت كمان تنفع، وايس كولد دي لا خالص، وايس كولد لي برضو لا خالص. طبعا لاول مره في التاريخ هيبقى الاجابه هي A وB. طبعا دي اكيد خطأ من الكتاب، يعني جاب A وB نفس الايه؟ نفس الاختيار. اتنين صح. هو كان عايز يشيل هايفن من واحده من دول، وكان المستر احمد بقى يقعد يقول لي هو انهي واحده فيهم اللي هتنفع يا ولاد، اللي بهايفن ولا اللي من غير هايفن. فالراجل اللي كاتب الكتاب جابهم الاثنين بهايفن وريحنا. السؤال بعد كده We live in a hotel with lights shining everywhere. احنا عايشين في فندق A واللي فيه الاضواء بتبرق يعني او بتنور في كل مكان. هو عايز يقول لي مضاء بشكل جيد، اضواء بتلمع اللي اسمها ايه؟ اسمها brightly lit. فين brightly lit في دول؟ عندي brightly lit اهيت وفيها هايفن. يا مستر ما انت عندك اسم موصوف اهوت، اختار brightly lit اللي فيها هايفن وخلاص. تمام. انا حافظ اسمها brightly lit، ما اسمهاش bright lit. ولا طبعا brightly lit تنفع بس ما فيهاش هايفن دي.
وهنا brightlet ما تنفعش. السؤال اللي بعد كده a نقط well has been dug in the desert to provide people with water. نيجي بقى عند اللي انا بحب اشرحها واطول فيها، الصفات المركبة اللي بادئة برقم. الصفة المركبة اللي بادئة برقم انا لسه شارحها لك وهشرحها تاني. بص يا سيدي، رقم واحد بتجيب او ان لو انت عندك اسم موصوف مفرد، تمام؟ فانا عندي ويل يعني بئر، البئر ده من الكلمات التي تعد وهو جاي هنا مفرد فهجيب ويل. سوري، فهجيب اقول تاني، بجيب او ان اعتمادا على الاسم الموصوف اللي هو بيكون في اخر بعد الصفة المركبة. يعني عندي او ان وعندي هنا صفة مركبة وعندي هنا اسم موصوف. تمام، الاسم الموصوف ده يا حبيبي لو مفرد يعد، لو جاي بشكل مفرد وهو اصلا بيعد يعني، تمام، او لو هو بيعد وجاي بشكل مفرد فانا بستخدم وان. تمام. رقم اتنين، خلي بالك طبعا هو لو جمع ما تجيبش او ان هنا. يعني لو بيقول لي ابار ويلز ما تجيبش او ان. لو بيقول لي عربيات قديمه، عربيات مستخدمه، فهيقولها ازاي؟ هيقول second hand cars. خلي بالك second hand cars. طب لو عربيه واحده، عربيه واحده يا باشا، هتقول لي خلي بالك، بص second hand car. فاهم الحتة دي؟ يا رب تكون فاهمها. طب تعالى نشوف هنا ونكمل قصتنا اللي انا كل شوية احكي لك عليها، وكل مثال هيقابلني هشرح لك تاني. تمام؟ فلو سمحت استحمل خوفي عليك وركز كده، وورقة وقلم وكوباية الشاي بتاعتك المظبوطة، واسمع الفيديو بتركيز، واسمعه مرة واثنين وثلاثة. انا عندي قلت لك او ان بتيجي لو انت عندك اسم مفرد، لو انت عندك موصوف مفرد يعد. تمام. ورقم اتنين عندك ايه هنا؟ عندك هنا الصفة المركبة اللي بادئة بايه؟ بادئة ب 20 هنا. 20 ده بتشتغل ايه؟ 20 تصنيف ايه؟ 20 ده عدد. تمام. وانا قلت لك انا عندي عدد، وبعد العدد ده هيكون عندي هايفن، وبعد الهايفن اسم مفرد اوعى تعده. اسم مفرد اوعى تجمعه، اوعى تقولي 20 مترز، لا 20 متر، 20 متر بس مش 20 متر وتضيف لها اس. ليه؟ عشان احنا قلنا بجيب او ان اذا كان الاسم الموصوف مفرد، وبجيب صفة مركبة. الصفة المركبة عبارة عن عدد، صفة مركبة عبارة عن عدد وبعدها اسم مفرد، اوعى تجمعه. تمام. تعال نشوف فين الإجابة الصح في دول. الإجابة الصح في دول ادي 20 اهي، وادي الهايفن اهي، وادي مين؟ متر. 20 20 متر ويل. تمام. السؤال اللي بعد كده do you think، هل تعتقد French is not all over Africa؟ هل تعتقد أن اللغة الفرنسية يتم التحدث بها في كل أفريقيا؟ French is speaking المعنى هنا بايظ خالص وما ينفعش الفرنسية تتحدث. is widely speaking أنا حافظ إن يتم التحدث بها بشكل كبير، اسمها widely spoken. widely spoken. طيب فين widely spoken؟ هنا عندي widely speaking غلط مش حافظها. عندي widely speaking widely برضو لأ، وعندي widely spoken اهيت. فاذا الاختيار الوحيد اللي عندي widely spoken، وما فيهوش هايفن يا مستر عشان ما فيش اسم بعد مين؟ ما فيش اسم بعد الصفة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي it's a fact that being bilingual can improve some brain functions. بيقول لي it's known، طبعا هو عايز يقول لي ايه؟ انه معروف بشكل واسع. وانا برضو حافظ حاجة اسمها well known. well known يعني well او سوري او widely لا دي ايه؟ انا عندي well known و well knows widely knowing وعندي knowing. طبعا انا عندي في دول حاجات مش محفوظة اصلا ومش موجودة وتركيبها خطأ. التركيب الصح الوحيد هو widely هو سوري well known. well known معروف. تمام. it is a well known fact يعني حقيقة معروفة.
وده اسم موصوف اهوت، وده الصفة، والهايفن بتاعتنا مشرفة بينهم اهي. تمام. والنوز دي مش صحيحة، ووايدلي نوينج برضو لأ، ونوينج برضو ده فعل مضاف له ing ما ينفعنيش خالص. انا محتاج هنا اهوت ايه، محتاج هنا صفة وفيها هايفن عشان ده الموصوف، فهقول well known. رقم 14. Which of the following is not a compound adjective؟ الراجل بيديني حتة سهلة كده، بيقول لي يعني ايه افكك بقى من الصعب شوية. اي من الاتي ليس، not ليس compound adjective، اي من الاتي ليس صفة مركبة. حضرتك هتختار الصفة اللي عبارة عن اسم واحد. لما اقول لك compound adjective يعني صفة تتكون من كلمتين او اكتر. دي كلمتين او اكتر يبقى دي compound. دي اجابتها غلط طبعا، دي كلمتين او اكتر، لا كلمه واحده، اذا هي دهيت. ودي كلمتين او اكتر، فدي compound adjective، ودي compound adjective. فاي من الاتي ليس compound adjective هاجي مختار الكلمه الواحده. اي من الاتي compound adjective هختار الصفه اللي فيها كلمتين او اكتر ويكون فيها هايفن او ما فيهاش. دكتور زويل is a world not scientist. الدكتور زويل world ايه؟ انا حافظ a world famous. خلي بالك هو هنا جايب لي ايه بقى، وطبعا جايب لي حاجات بهايفن وحاجات من غير هايفن. فحضرتك لو مش حافظ، لو ما انتش حافظ، هتعمل على دي اكس على famous وفيم اكس اتنين، لان عندي الاسم الموصوف اهوت. فانا محتاج هنا ايه محتاج هنا صفة ومحتاج هايفن. تمام. ادي محتاج صفة، يعني محتاج كلمات الصفة يكون بينهم هايفن. فورلد انا كطالب هركز على فيم وفيموس، واقعد بقى اراجع مع نفسي انا حافظ ايه. انا حافظ وورلد فيم ولا وورلد فيموس؟ لا انا حافظ وورلد فيموس. تمام. فالإجابة عندي هتكون وورلد فيموس اللي فيها هايفن. رقم 16. عبد الرحمن is my نقط son. أيوه جات لي اهيت. مين الصفة المركبة التي تبدأ برقم، اللي المستر كل شوية يشرحها لي ومصر يفهمها لي. خلي بالك مصر افهمها لك. تمام. ركز بقى معايا، ركز معايا. بص كده انا هدور هنا طبعا صفه مركبه تبدا بايه؟ برقم. تمام. صن الابناء يعدوا، يعدوا. تمام. وده ابن واحد مفرد. تمام. فانا محتاج هنا مين؟ او ما جابليش او ان ليه يا مستر؟ عشان هنا الصن الابن ده معرف بانه ماي. فانا لما اجي اقول لك عربيتي بقول لك ماي كار، ما بقولكش ماي كار. تمام. ليه؟ لان العربيه هنا ما هياش نكره، العربيه معرفه بانها سيارتي انا. تمام. فانا مش هينفع اجيب اداه نكره واداه تعريف على نفس الحاجه. اما ان انا بقول اكار يعني اي عربيه، او بقول ماي كار. فانا لو عندي ماي مش هينفع اقول او ان. اخش على النقطه اللي بعد كده اللي هشرحها لك للمره السابعه في الفيديو ده. انا بقول لك الصفات المركبه التي تبدا برقم بتعمل ايه يا حبيبي؟ بتجيب رقم، بعد الرقم بتجيب اسم مفرد. اوعى تعده، اوعى تجمعه، اوعى تقول 5 days 5 years 3 days 3 day. وبعد كده ممكن تجيب صفة او ما تجيبش. تمام. وطالما انت عندك الاسم الموصوف اهوت، تمام، جاي بعد الصفة اللي هي هنا، فلو سمحت اختار الصفة مليانة هايفنات، فيها هايفنز. تمام. تعال نشوف. ادي 5 year old ما شاء الله صح، 5 صح، و 5 year وير مش years واولد بس انا ما عنديش هايفنز. شكرا. 5 years. وقف يا عم الحاج، انا قلت لك ما تختارش اللي فيها جمع. 5 years. شكرا. ما تنفعنيش. اكيد هي دي هتلاقيها هي. تبص 5 اهي، وبعدين يير مفرد مش جمع، واولد اللي هو صفه، وعندي 2 هايفن. اذا الاجابه بتاعتي هي 5 year old. ولو سمحت يا مستر ما انت تشرحها بقى، حل على طول. تمام ماشي. المره الجايه ان شاء الله هشرحها لك تاني، اول ما تقابلنا هشرحها لك تاني. بص كده على الجمله دي. عبد الرحمن تاني is my son ابني. is
عبد الرحمن اللي هو ابني is my son، بيجيبها بين تو كوماز كده، is بيكون ايه بقى؟ عبد الرحمن ابني بيكون 5 year old. 5 year old دي بهايفن ودي من هايفن. 5 years old ولا 5 year old؟ تختار ايه؟ ركز كده والشباب. هقول لك على حاجه، هو دي صفه مركبه؟ لا مش صفه مركبه. ما هي لو صفه مركبه كان احتاج مني هنا ايه؟ اسم يكون قبلها او بعدها، مفيش اسم. تمام. هنا انا فاكر لما يعني السؤال البسيط how old are you تقول لي I am 10 years old. ها I'm 10 years old. ها I am عندي verb to be اهوت اللي هو is، فحضرتك هتختار 5 years old 5 سنوات. انت يا مستر حضرتك لسه قايل لي ما تختارش 5 او اي رقم وبعده اسم جمع، ده لو صفه مركبه، دي مش صفه مركبه. تمام. انا هنا ما عنديش اي اماره من امارات الصفه المركبه، انا ما عنديش اسم موصوف. تمام. طيب ايه اللي بعد كده؟ بيقول لك ايه؟ I had انا عندي a 5 نقط holiday to refresh myself. يا بختك يا عم، خد رحلة 5 أيام عشان يعمل لنفسه refreshment، عشان يعمل لنفسه انتعاش، ينتعش. فخد رحلة 5 أيام. تعالى احنا بقى خليه هو في رحلته، وتعالى احنا ايه في الجملة بتاعتنا. I had 5 not days. أنا عندي قلت days. ها خلي بالك أنا قلت days. 5 not 5 نقط او 5 هايفن نقط holiday to refresh myself. تمام. اقول لك انا بقى مش هشرح تاني او ان جايه علشان holiday مفرد وتعد. تمام. وبعدين 5 وبعدها هايفن، الاسم اللي هنا هيكون ايه؟ الاسم اللي هنا هيكون مفرد. يعني مفرد منضاف له ابوستروفي اس؟ لا والله ما قلتلكش انا كده خالص. ولا جمع كده منضاف له اس؟ لا يا سيدي، ولا دي. اكيد اجابتك هي مين؟ داي. تمام. اللي بعد كده I had a holiday for 5. انا عندي اجازة لمدة 5 ايام العادية. طب يا مستر حضرتك قلت لي 5، لا ده دي 5 days. ما انا عندي دي مش صفة مركبة. 5 days دي ما هي صفة مركبة، ده رقم واسم اجمعه عادي. تمام. لانها ما هي صفة مركبة. اللي بعد كده بيقول لي I have a middle نقط uncle he's 35. الواد ده بيقول ان هو عنده عم ميدل ايه؟ في منتصف العمر، وانا حافظ منتصف العمر اسمها ميدل ايدجد عشان نختصر على بعض كده. طيب اسمها ميدل ايدجد، فبالتالي ايدج ما تنفعش وايدج دي ما تنفعش، ايدج دي تنفع وايدج دي تنفع. هنقارن ما بينهم، هو انا هاخد هايفن ولا مش هاخد؟ انا هنا عندي انكل الاسم الموصوف اهوت يا باشا، يبقى انت هتختار لي ايدجد اللي هي فيها بايه؟ اللي فيها هايفن. تمام. فهتقول لي ميدل ايه؟ ميدل وبعدين ايدجد هايفن. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك when someone has a strong will. لما شخص بيكون عنده strong will إرادة قوية. we say he or she is a نقط person. احنا بنقول عليه ان هو شخص ايه؟ شخص لديه عزيمة قوية. فانا عندي اسم موصوف اهوت، وانا هنا محتاج مين؟ محتاج صفة. هتفاجئ ان الصفات اللي تحت كلها صفات مركبة. تمام. عنده صفة قوية اسمها ايه؟ عنده إرادة قوية اسمها ايه؟ اسمها strong willed. strong willed. فstrong will شكرا ما تنفعنيش. strong wills مع ألف سلامة. أنا عندي 2 هختار ما بينهم. عندي strong willed من غير هايفن و strong willed بهايفن. أنا عندي اسم موصوف هيجي بعد الصفة دي، فالطبيعي إن أنا هاخد strong willed اللي فيها هايفن. السؤال رقم 22 when someone cannot see near objects. لما حد يكون ما بيعرفش يشوف النير objects الأشياء القريبة. we say بنقول he or she is ايه؟ قلب كده في دماغك يا والشباب اللي انت حافظه. لما نيجي نقول لحد عن حد عنده بعد نظر بنقول عليها ايه؟ بنقول long sighted. long ايه؟ long sighted. فانا هنزل تحت ادور على sighted. عندي sighted اهي. sight ما تنفعش و sighted تنفع، بس انا هشوف حوار الهايفن بعد شويه. ودي سايتد اهيت وتنفع، هشوف بقى هايفن ولا من غير هايفن. سايتنج ما تنفعنيش خالص. انا عندي ايه؟ عندي الاسم الموصوف جاي فين؟
قبل الصفة، فبالتالي هاخد cited اللي من غير هايفن اللي هي دي cited. تمام. السؤال اللي بعد كده when someone cannot see near things. الكتاب المعاصر بيعمل حاجة لذيذة قوي، ان هو بيجيب لك القاعدة، يعني بيجيب لك الكيس الحالة وعكسها. when someone cannot see near things، حد ما بيشوفش الاشياء القريبة، احنا بنقول عليه ان هو long ايه individual. individual يعني شخص، individual person، اي اسم يدل على الشخص. تمام. فالموصوف عندي هو يا باشا، فانا هاخد long cited اللي فيها هايفن. ادي long cited اللي فيها هايفن اهيت. تمام. مستر اشرف is a نقط man. مستر اشرف is a نقط man. المستر اشرف راجل. راجل ايه؟ هو عايز يقول لي ان هو جايب طبعا good looked well looked good looking و good looking بهايفن ومن غير هايفن. هو عايز يقول لي ان شكله مهندم، شكله حلو، حد كده شكله كويس. تمام. طيب شكله كويس اسمها ايه؟ اسمها good looking. good looking. فين good looking في دول يا مستر؟ انا هقول لك بسرعه. خلي بالك انا عندي الاسم الموصوف اهوت، فلو سمحت اختار لي good looking اللي فيها هايفن اهي يا باشا. good looking اللي فيها هايفن. ماشي. خلي بالك انا حليت ازاي؟ حليت المعنى والحفظ وهايفن ولا من غير هايفن. المعنى هو انت محتاج تدور على ايه؟ حد، انا محتاج تحت الصفه اللي معناها حد شكله كويس. تمام. اسمها ايه؟ اسمها well looking ولا good looking ولا good looked ولا good look؟ يا باشا اسمها good looking. ما انا حافظ، ولو مش حافظ ارجع للجدول اللي عامله لك مستر احمد عشان هو خايف عليك وعاوزك تحفظهم. بقول لك ان الصفات المركبه كبيره شويه وبتحتاج مجهود، لكنها سهله جدا وتعرف بيها تضمن درجه في الامتحان. من الاسئله اللي دايما موضع امتحان وبتيجي في امتحان ولا يخلو منها الامتحان. اذا انا اختار جود لوكينج اللي فيها هايفن عشان عندي مان موصوف وجاي بعدها مستر اشرف از نقط. مستر اشرف از ايه؟ هو عايز نختار برضو جود لوكينج. تمام. بس مين اللي من غير هايفن؟ جود لوكينج. اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اسماء ذا جرين. بص، هو هنا اسماء عندها جرين ايه؟ جرين. ايد طبعا، ايد البنت موصوفه اهيت جيرل. تمام. فانا محتاج اخد حاجه فيها هايفن. انهي بقى اللي فيها هايفن؟ هو قال لي ايد جود ايد جرين ايد. طبعا انا حافظها جرين ايد تنفع خالص. تمام. من غير بهايفن اهيت، ومش هينفع لي من غير هايفن. سوري، مش هينفع من غير هايفن دي، ولا في حاجه اسمها اسماء اذا جرين ايز. تمام. اذا الاجابه الصح عندي هي ايه؟ هي ايد اللي فيها اي دي وفيها الهايفن. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لي مستر محمد is a نقط respected teacher. هو عايز يقول حد يحترم بشكل كبير جدا. انا حافظ يحترم بشكل كبير اسمها highly respected. highly respected. فين highly respected؟ وعندي الموصوف اهوت، فانا هاخد highly respected اللي فيها هايفن اللي هي سوري انا اخترت highly اهيت. فين highly respected اهي highly respected. اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك as a teacher كونه مدرس مستر محمد is a نقط respected. خلي بالك respected دي جزء من الصفة، فانا هنا ما عنديش موصوف. المفروض انك عندي موصوف، هنا ما عنديش اسم موصوف، فبالتالي انا هاخد صفة او صفة مركبة ما فيهاش هايفن. وانا لسه قايل لك يحترم بشكل كبير اسمها highly respected. highly respected. فين highly respected؟ اهيت يا باشا وما فيهاش هايفن. تمام. رقم 29، ودي بيقول لي احنا دخلنا على حاجة اسمها special cases، حالات خاصة. عارف بقى في الحالات الخاصة بيقول لك ايه؟ انا هفاجئك واقول لك ان احنا من بقالنا يعني 28 جملة بنقول ان انا لو عندي اسم هنا موصوف فاللي قبله الصفة المركبة لازم يكون فيها هايفن. تمام. الجديد بقى يا سيدي انك انت ممكن تختار فيها هايفن او من غير هايفن. ازاي؟ او ما تقابلنا جملة هقول لك على الحالة ديت. تمام. بص كده معايا.
The new policy السياسة الجديدة was introduced at the نقط just before فقط before the meeting ended قبل ما الميتنج ينتهي. طيب هو هنا عايز يقول لي ايه؟ الدقيقة الأخيرة. الدقيقة الأخيرة اسمها ايه؟ اسمها last minute. هو last minute ولا last minutes؟ والله بص، هو last minutes من ناحية المعنى تنفع، و last minute تنفع برضو، وفي هنا last minute بهايفن و last minutes بهايفن. طبعا هاخد بهايفن ولا من غير هايفن؟ لا حضرتك انا ما عنديش موصوف، فانا هاخد من غير هايفن. تمام، هاخد من غير هايفن. فالجماعة اصحابنا اللي بهايفن دول هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم شكرا مش محتاجين. هناخد بس الجماعة اللي من غير هايفن عشان ما عنديش اسم موصوف هنا اهوت. تمام. الراجل بيقول لي يا دوب قبل ما الاجتماع ينتهي، فدي الدقيقة الأخيرة، فالإجابة الصح هي last minute من غير هايفن. السؤال بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لك the thieves اللصوص were caught نقط while trying to escape. انت خلي بالك، هو كده عايز يقول لي red handed و red hands و hand red و hand ridden. انت عارف هنا عايز يقول لي ايه؟ مذنب. مذنب يعني ايه؟ ما انا حافظها، مدان. red handed red handed. هو انت لو تلاحظ معايا دايما العضو او الاورجن، يعني في عضو في جسم الانسان بيجي ومنضاف له اي دي. يعني يقول لك ايه؟ red haired red handed black eyed كده. تمام. فتلاقي عضو او العضو اللي جسم الانسان جاي ومنضاف له اي دي. هو عايز يقول لي مذنب اسمها ريد هاندد. مذنب اسمها ايه؟ ريد هاندد. فين ريد هاندد بقى؟ في دول اللي تحت. انا ما عنديش تحت ريد هاندد خالص، لا عندي ريد هاندد واحده، ودي هاند ريدند. انا هختار ريد هاندد دهيت. اللي بعد كده this is a نقط perfume it scent lasts all day. تمام، بيستمر طوال اليوم. هو عايز يقول ان البرفيوم اللي معايا ده يدوم لفترة طويلة. يدوم لفترة طويلة اسمها long lasting. انا هدور على long lasting اهي، و long last سوري مش عارف انا عملت اكس. long lasting اهي معايا، وكمان long lasting اهي، ودي lasts long ودي long lasted. فانا محتاج long lasting اللي فيها هايفن عشان perfume جايه الموصوف جاي بعدها، فانا هختار long lasting. السؤال اللي بعد كده آية is not and always respects her friends ideas. هو عايز يقول لي ان آية ايه وبتحترم آراء الآخرين. انا هنزل تحت بعيني كده بص بسرعة على الاختيارات، والاختيارات عايز يقول لي انها متفتحة اسمها حافظها ومش حافظها. بص على الجدول open minded. متفتحة اسمها ايه؟ open minded. فين بقى open minded هنا؟ انا عندي كام واحدة open minded؟ ادي open minded اهي، ودي open minded شكرا ما تنفعنيش، ودي open mind برضو غلط، مكتوبة غلط، ودي open minded اهيت. انا هختار open minded اللي من غير هايفن. تمام، اختار open minded اللي من غير هايفن. تمام. ليه؟ علشان انا ما عنديش اسم موصوف، فهقول open minded. تمام. اقول لك بقى على حاجه عشان افكك شويه كده واطلعك من الايه، من التنشنه اللي انت فيها ديت. اوعى في ثانويه عامه تكون بتسمع ماتشات كوره وتقعد تسمع ساعتين تحليل استوديو تحليلي قبل الماتش، وساعتين استوديو تحليلي بعد الماتش، وساعتين ماتش كوره، ويا سلام لو حظك وحش وكان في ضربات جزاء وقت اضافي، فحضرتك عندك 6 ساعات هيضيعوا من يومك. انت في ثانويه عامه، انت آلة مذاكره بس. بتحب الكوره، كلنا بنحب الكوره، في حاجات كتير قوي بنحبها وما بنعملهاش عشان احنا في ظرف اضطراري. حضرتك عندك سنه بتشكل مستقبلك. اوعى تقعد تسمع ماتش كوره ساعتين ولا ساعه ولا نص. وقف الكوره. الكوره جميله وتتشاف وتتحب، وانا عارف انها هوايتك، بس مش وقته خالص. انت في ثانويه عامه تذاكر وتاكل وتنام وتصلي وبس. كمل. اللي بعد كده بيقول لي، فهنا هقول open minded. The teacher asked. المدرس سأل a not question. سأل سؤال
that made the student think deeply خلى الطلبة تفكر بعمق. هو عايز يقول على السؤال ان هو جعل الطلبة تفكر بعمق اللي هي اسمها ايه بقى وانا حافظها وانت حافظها اسمها thought provoking. فين thought provoking هنا؟ انا عندي بص الراجل مديني thinking provoke غلط provoke thought برضو غلط thought provoke انا عندي واحدة بس اللي هي thought provoking. تمام. اللي بعد كده بيقول لي رودينا has a نقط love for her father بيوصف وصف رودينا لأبوها إن هو متعمق. طيب يعني إيه حب متعمق؟ deep seated seated deep ولا deep seated؟ طبعا أنا عندي الاسم الموصوف جاي بعد إيه؟ جاي أهوت بعد الصفة فأنا هختار حاجة فيها هايفن لو هلاقي. طيب لو لقيت أنا إجابتي مثلا في السؤال 34 دوت أنا إجابتي ديب سيتد ما لقيتش هايفن اختار الإجابة دي الصح اللي معناها صح اللي من غير هايفن. تمام. أنا هنا عندي ديب سيتد. فين ديب سيتد؟ عندي ديب سيتد واحدة وفيها هايفن وما شاء الله عليا. هدخل على النقطة اللي بعدها. عمر ran at a نقط عمر ran at a نقط speed breaking the national record وحطم الرقم القياسي. هو عايزني اختار ريكورد بريك ريكورد بريكنج بريك ريكورد اللي هو محطما الرقم القياسي. سرعات تحطم الرقم اسمها ايه؟ اسمها ريكورد بريكنج. ريكورد بريكنج. فين ريكورد بريكنج؟ عندي ريكورد بريك بس ما تنفعش ريكورد بريكنج وفيها هايفن. هي دي الاجابه الصح. لو انا عندي ريكورد بريكنج تاني مفيش دي غلط ودي غلط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي we took a نقط journey هشرحها هقولها تاني. انا بجيب او ان اعتمادا على journey. اذا كانت journey اسم يعد مفرد journey يعد مفرد فجبنا او ان وبعد كده بجيب العدد اللي هو 1 2 3 4 5 ايا كان وبجيب اسم بعديها. اوعى تجمعه اوعى تضيف له اس. تمام. وحط لي ما بينهم هايفن. خلاص كده خلاص كده. فين بقى الإجابة الصح؟ الإجابة الصح 4 hour أهيت 4 hour journey. تمام. اللي بعدها أحمد بوت نقط أحمد بوت نقط car directly from the factory. directly from the factory يعني مباشر من المصنع. طالما مباشر من المصنع فالراجل هنا بيشتري براندات ما بيشتريش second hand car ما بيشتريش عربية مستعملة مع فلوس كتير وربنا موسع عليه ما يشتريش second hand. طيب صاحبنا بقى اللي معاه فلوس يشتري حاجة اسمها ايه؟ بيشتري حاجة اسمها brand new. brand new brand new يعني جديدة. تمام. والمستعملة اسمها second hand. هختار براند نيو اللي فيها هايفن علشان كار اهيت جاية بعد الصفة فبراند نيو اللي فيها هايفن اهي. السؤال اللي بعد كده ياسمين enjoys working with. ياسمين بتستمتع بالعمل مع people who see both sides of an argument. يعني ياسمين بتستمتع بالعمل مع الناس اللي بيشوفوا الايه الجهتين للنقاش. يعني ما بيكون ناس اللي هو يعني متفتح الفكر. طيب اسمها ايه بقى متفتح الفكر ومتفتح العقل؟ اسمها open minded. وانا قايل لك ان دي بتوصل لها ازاي؟ بتجيب العضو وتضيف له ايدي. تمام. open minded بيقول اللي هي فيها هايفن. تمام. ما ينفعش open mind ولا ينفع narrow mind. تمام. السؤال اللي بعد كده ابراهيم drove through a نقط road during the mountain trip أثناء رحلة الإيه؟ القارب. هو عايز يقول snow covers. هنا هو عايز يقول مغطى بالجليد. مغطى بالجليد اسمها إيه؟ اسمها snow covered. فين snow covered في دول؟ بص كده snow covered من غير هايفن وأنا عندي موصوف ما تنفعش. snow covered احنا قلنا اسمها ايه؟ اسمها snow covered. فالإجابة عندي هي snow covered على طول من غير snow covering ولا snow covers. The team celebrated. الفريق احتفل ب their victory النصر
in the national tournament. تمام، في الدوري المحلي. هو عايز يقول الفيكتوري، النصر الذي طال انتظاره. يعني نادي الزمالك لو خد الدوري فهنقول ان هو احتفل باللونج awaited victory. long awaited victory. فين بقى long awaited؟ ويا ترى هاخدها بهايفن ولا من غير هايفن؟ هاخدها بهايفن، ما انا عندي victory الموصوف جاي بعدها. تمام، هو طال انتظاره اسمها long waited، long waiting، long waited for، لا اسمها long ايه awaited. وانا هنا في الحالة دي مش هفكر في هايفن ولا لا، لان ما عنديش اختيارين. اللي بعد كده I am traveling abroad. انا مسافر بره البلد in 2 نقط time. طبعا انا قايل لك ومتفق معاك ان انا لما الاقي كلمة time بجيب قبلها اسم اخره apostrophe s او apostrophe بس، ويكون جمع منضاف له اس. اقول تاني، عندي كلمة تايم. ايه حالة كلمة تايم في الصفات؟ بجيب عدد 2، العدد ده لو هو اكتر من واحد يعني 2 3 4 10 مليون. تمام، بجيب بعدها اسم وبضيف له اس، واجيب بعد الاس ابوستروفي. تمام، فين اهي ويكس. طب يا مستر قول لي الحالة التانية كده. الحالة التانية ان هيقول لي مثلا 1 وبعدين ويك ويضيف لها ابوستروفي اس تايم. الكلام ده امتى نستخدمه؟ الكلام ده يا باشا لما تلاقي كلمة تايم. يبقى حالة كلمة تايم ايه؟ حالة كلمة تايم بيجي قبلها كلمة اخرها ابوستروفي اس او اس ابوستروفي. ماشي كده؟ فانا هنا هقول ايه؟ هقول ويكس، وهشطب على الكلام ده كده اهوت عشان المنظر. اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي it's only not from here to Alexandria. هو طيب فقط يعني ساعتين قيادة من هنا إلى الإسكندرية. إيه الحالة بقى هنا؟ هقول 2 hours drive. هنا الأفعال اللي زي drive ride وswim وfly، الأفعال دي بيجي قبلها إيه؟ بيجي قبلها اسم جمع. اسم إيه؟ اسم جمع لو أنا عندي العدد أكتر من إيه؟ أكتر من واحد. تمام كده؟ فأنا هقول 2 hours drive. فين هي؟ it's only a 2. طبعا أنا مش هجيب ولا آن في دي خالص. تمام، احفظها كده كويس، مش هينفع أقول ولا آن. القاعدة بتقول لي ما تستخدمش آن هنا، فأنا مش هقول a 2 وهقول 2 hours drive. خلي بالك عملنا إيه؟ جبنا 2 اللي هو الرقم، وبعدين hours وعشان هي منتهية بإس جبنا apostrophe ودرايف. هنا 2 hour drive لأ، قال لي في حالة الأفعال اللي هي تنفع اسم وفعل زي درايف وفلاي وتعبر عن قطع المسافات. تمام، travel درايف رايد فلاي swim. الأفعال دي بجيب قبلها إيه؟ بجيب قبلها الوقت وبيكون منتهي بإس أو أبوستروفي إس. تمام، منتهي أبوستروفي إس أو هو آخره إس وأنا بضيف أبوستروفي. اللي بعد كده بيقول لي I will join you in a not time. أنا هنضم إليك في وقت. قاعدة كلمة وقت، قاعدة كلمة time بقولها إزاي؟ بقول قاعدة كلمة time إزاي؟ قلنا إن أنا هجيب زي ما أنا عندي هنا كده. بص خلي بالك أن فأن دي بتساوي 1، فاللي بعدها اسم إيه؟ لحظة كده، اللي بعدها اسم مفرد. اللي بعد أن هيكون هنا مفرد، مش هيكون جمع. طيب فبالتالي انا عندي، انا قلت لك لما تلاقي كلمة تايم بتجيب قبلها اسم مفرد اخره ابوستروفي اس، او اسم جمع منتهي باس مثلا واخره ابوستروفي بس. طيب هو الراجل بيقول لي ان يعني واحد، فانا بالتالي مش هينفع اقول hours ولا hours دي خالص ابوستروفي اس. hours
apostrophe our ونضيف لها apostrophe اس، ودي our this اصلا ما تنفعش خالص خالص، فالاجابه عندي هي our وضفنا لها apostrophe اس. ليه؟ عشان قاعده تايم بتقول لي ان انا بجيب قبلها اسم الاسم ده لو مفرد بحط له apostrophe اس، ولو جمع منتهي باس بحط له apostrophe بس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مستر بليغ حمدي is not about the new changes. He has no objection to them. هو ما عندوش اعتراض، فبالتالي هو ايه؟ بالتالي هو متفتح الذهن او متقبل about the new changes. تمام، تعالى كده نشوف مستر بليغ ايه. narrow minded اكيد ما تنفعش لانه متقبل، ما عندوش اي اعتراض على التشينجز التغييرات، يبقى هو مش narrow minded. tight fisted مش بخيل، لا. well informed غلط. وهو open minded، يعني open minded يعني متفتح الذهن. اللي بعد كده she was shocked by his صدمت by his response to the proposal. كان في proposal كده وهي كان عندها رد عايز يقول لي رد بدم بارد، رد بارد. اسمها اسمها cold blooded. او ما تلاقي عضو من اعضاء الجسم كده او مكون من مكونات الجسم ضيف له دي. دي القاعده بشكل عام يعني cold blooded. فين بقى cold blooded في دول؟ cold blooded ومحتاج لها هايفن. ادي cold blooded وفيها هايفن اهي. السؤال اللي بعد كده sorry I didn't answer Mr. Muhammad's question because I was. انا ما ردتش على المستر محمد لاني كنت ايه بقى؟ كنت مسافر. كنت narrow minding، لا طبعا مالهاش علاقه يعني. ولا absent minded، انا كنت شارد الذهن. و absent minded open mind متفتح الذهن. red headed ما كنت مذنب، لا. طيب يا مستر خلي بال حضرتك انك اخترت absent minded اللي فيها هايفن وانا ما عنديش موصوف هنا. انا بقى هقول لك تنفع علشان انا ما عنديش اختيار اللي هي. تمام. اللي بعد كده بيقول لك don't expect him to pay for the meal. don't expect him يعني ما تتوقعش منه انه يدفع للوجبة. ليه يا عمي؟ he's not صاحبنا اللي دايما بيطلع معانا وما بيدفعش تمن الاكل اللي بياكله. بنقول عليه بنقول عليه tight fisted. يعني tight fisted يعني بخيل، قافل ايده، يعني tight fisted. طيب مستر فيها هايفن مش موصوف، ما انا هقول لك ما ينفعش في الاختيارات اللي هي. تمام. طب هل معنى كده يا مستر ان انا وانا بكتب ينفع اجيب صفة مركبة في اخر الجملة واحط فيها هايفن؟ لا، ما تعملش كده حضرتك وانت بتكتب، ما تعملش كده. لكن وهو بقى جايب لنا اي نص واي كتابة هم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. تمام. انا ما عنديش اي معنى ينفع غير تايت فيستد، فبالتالي جبناها في اخر الجمله وفيها هايفن. طيب هل ينفع في الايميل او في الباراجراف او في المقال وانا بكتب في الامتحان وهكتب صفه مركبه اجيبها من غير موصوف واجيبها من غير هايفن واجيبها بهايفن؟ انا بقول لك ما تعملش كده لان هيتشال عليها درجه. تمام. to be a TV presenter you need to be نقط about different topics. عشان تكون تي في بريزنتر مقدم في التلفزيون محتاج تكون على ال different topics الموضوعات المختلفة. انت محتاج تكون مطلع بقى. يعني مطلع يعني well informed اهي، واحنا مغمضين مش هنفكر كتير. السؤال اللي بعد كده the report is المقال الريبورت التقرير كان التقرير كان bad right. عايز يقول لي مكتوب بشكل سيء اسمها badly written بهايفن ولا من غير هايفن؟ احنا في اخر الجملة يا باشا هناخد badly written اللي من غير هايفن. يا مستر لسه مختارين فوق دلوقتي في الجملة رقم 47 مختارين tight fisted وكانت بهايفن قد كده، وفي اخر الجملة ما انا قلت لك ما كانش عندي اللي هي، ما
ما ينفعش اختار معنى غلط. تمام. The report is badly written من غير hyphen. السؤال اللي بعد كده نفس السؤال أو نفس الفكرة. It's a not report. إنه تقرير مكتوب بشكل سيء badly written وفيها الإيه؟ وفيها الهايفن. تمام. بعد كده بيقول لي I trust this young man. أنا أثق في هذا الشاب as he's not looking. شكله كده إيه؟ شكله كده ودود. friendly friended. انا حافظ يا باشا وحضرتك حافظ معايا، حافظ ان انا بقول friendly looking يعني شكله ودود. فين friendly looking؟ اللي فيها هايفن ولا اللي من غير الهايفن؟ اللي من غير هايفن، ما انا ما عنديش موصوف. تمام. واخترنا ديت علشان دي friendly ودي friendly. تمام. اخترناها ليه بقى دي من غير هايفن؟ عشان انا ما عنديش اسم هنا. تمام. اللي بعد كده I trust this. انا اثق في this not looking young man. هنا جايب young man اهيت واضحة خالص. تمام. ده الموصوف، فانا هختار مين؟ هختار friendly اللي فيها هايفن. تمام. friendly طبعا المعنى friendly looking وبعد كده ابدا احدد هايفن ولا من غير هايفن. انا عندي young man الاسم الموصوف، فانا اخترت ايه؟ اخترت friendly بهايفن. my school tablet is. تابلت بتاع المدرسه is ايه؟ is update. خلي بالك updated ايوه، ولا up to date، ولا up to date بالهايفن، ولا A and C. هنا انا هختار ايه؟ بص هو قال لي ان التابلت بتاعي حديث او محدث يعني. طيب هختار ايه؟ لو انت هتلاحظ معايا لو كبرنا الشاشة شوية كده هتلاقي ان انا هنا عندي هايفن واحد بس، يعني up to date، وما حطش هايفن هنا. هو ده ينفع هنا وما حطش هنا؟ لا، انت لازم تحط هنا وهنا او ما تحطش خالص. تمام. طيب فبالتالي الإجابة بتاعتي هي مين؟ طبعا ينفع أقول updated التابلت بتاعي updated اللي هو تم تحديثه، دي صح. وينفع لحظة واحدة سوري، دي تنفع. وينفع أقول كمان up to date اللي فيها 2 هايفن. فالإجابة عندي هي مين؟ هي A and C. الجمل دي بقى ركز فيها كده معايا. check your understanding. افحص او تأكد من فهمك، اعمل تشيك كده على فهمك. What sentence uses a compound adjective correctly before a noun؟ أي من الجمل اللي جاية دي بيستخدم الصفات المركبة بشكل صحيح قبل الإيه؟ قبل الاسم. طبعا هو هيكون عنده إيه بقى؟ بيطبق القواعد اللي هو جايبها فيها هايفنز وكاتب المعنى صح. تمام. تعال نشوف كده. she wore a red new dress. a red new dress، لا هو red new ديت مش compound أصلا adjective، فبالتالي she wore a new red dress برضو دي غلط، دي غلط ودي غلط. بص كده على بعدها she wore a brand new. brand new ديت ايه؟ brand new اللي هي دي، بس طبعا انا هنا عندي مش مظبوطه عشان brand new ما فيهاش هايفن. تعال نشوف دي. تعال نشوف دي. قال لي ايه؟ she wore a brand new dress. دي مظبوطه خالص. اذا انا عندي الاجابه الصح هي دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which is correct according to the rules؟ أي من الآتي صح طبقا للقواعد اللي احنا درسناها؟ حسام is a well-informed teacher. حسام مدرس well-informed مثقف. تمام. أنا عندي هنا well-informed صفة مركبة هنجيب ولكن أنا ما عنديش في الجملة دي ما عنديش هايفنز، فبالتالي هي بنسبة كبيرة قوي غلط. تمام. ممكن ما تلاقيش صح اللي هي. خلي بالك الجملة اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي حسام برضو is a well informed غلط خالص. في good informed
good informed برضو غلط. انا عندي حاجه اسمها well informed. تعال نشوف كده، انا عندي well informed، فالاجابه الصح بتاعتي هي مين؟ الاجابه الصح بتاعتي هي letter C. حسام is a well informed teacher. طيب ايه السؤال اللي بعد كده؟ which sentence is correct؟ اي من الجمل الاتيه صحيح؟ she's هي she's a 10 years old girl. طبعا هنا ما ينفعش خالص لان عندي ديت compound adjective، والراجل جايبها لي ما شاء الله فيها جمع وفيها كده ومن غير هايفنز، فدي غلط. she's a 10 years old برضو غلط عشان هو قال لي هنا years وانا منبه عليك وقال لك ما تجمعهاش. she's a 10-year-old girl، ف 56 دي صح. she's a 10-year-old girl، هي بنت عندها 10 years old. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which keeps the meaning but changes the form. يعني بيقول لي اي من الجمل اللي جايه دي keep the meaning بيحافظ على المعنى باختلاف الايه الفورم الشكل بتاع الجمله، يعني بيعبر عن نفس المعنى بطريقتين. ده معنى السؤال. طيب محمد صلاح is a well known footballer. والله الجمله دي مظبوطه، خلي بالك. طب بي محمد صلاح is well known معروف as a footballer. برضو الجملة دي الجملة دي مظبوطة، فأنا عندي الإجابة الصح هي مين؟ هي A and B. تمام. بعد كده بيقول لي which sentence uses a compound comparative. comparative دي اللي هي المقارنة بتاعة الصفات المركبة بشكل صحيح. طبعا مقارنة الصفات المركبة، أنا لو أنا عايز أقول اللي هو شكله جيد بقول good looking. بقول ايه؟ good looking. طب بقارنها ازاي؟ بقول more good looking او بقول better looking. طب تعالى نشوف الاختيارات اللي هو مديها لي في 58. زين is more better، مفيش حاجه اسمها more better. اقلب على اللي بعده. زين is better looking than، دي صح. الباقي غلط ليه؟ زين is better looker، مفيش حاجه اسمها better looker. best مع ذان، best ما يجيش مع ذان، فالاجابه الصح اللي احنا قلنا عليها اللي هي بي. السؤال اللي بعد كده choose the correct hyphenation. الهايفينيشن بقى اختاره لي الصح. this is a world famous scientist. a world famous، طبعا كان في هايفن هنا وهو ما حطوش، فالجمله دي برضو غلط، هايفن هنا. طيب this is a world famous برضو ضم word على famous غلط. this is a world famous scientist برضو ناسي لا سوري this is a world famous scientist دي صح. تمام. لان ما عنديش هايفن هنا، المفروض هنا مفيش هايفن وهو مش جايب هايفن، فدي صح. هنا جايب هايفن زياده، هنا في لتر دي جايب هايفن زياده. تمام. فالاجابه الصح عندي هي سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ which is the most accurate choice. اي من الاتي الاختيار الاكثر دقه او صحه؟ بيت نهى is 10 years old. هو هنا جايب هايفنز وكمان الراجل قال لي 10 ويرز، ما ينفعش خالص. تمام. اللي بعدها نهى is 10 years old. نهى is 10 years old. والله الجملة دي صح. تمام. تعال نكمل. نهى is 10 year old، هو حط 10 year old، حط هايفنز من غير ما يكون في هنا موصوف، فده برضو مش صح. دي اللي بعد كده بيقول لي نهى is 10 years. 10 years في صفة مركبة غلط خالص، فالإجابة الصح عندي هي مين؟ هي بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي رحمة is 15. رحمة is 15 years old. ده معناه ان هي ايه؟ رحمة 60 سنة. ده معناه ان هي ايه؟ معناه رحمة is 15 year old. لا، هو انت ليه ما قلتش 15 years old؟ غلط. رحمة is 15 year old. رحمة is
15 year old تنفع. تمام. رحمة is 15 year old. طبعا هو هنا طبعا استخدم 2 هايفن وانا ما عنديش موصوف، فبالتالي برضو ديت غلط، تنفع لان انا ما عنديش اللي هي. طيب رحمة is 15 years old جايب جمع مع هايفنز برضو ما تنفعش خالص. شوف بقى دي هتنفع ولا ايه؟ رحمة is a تمام 15 وهايفن ويير مش years old girl، فدي صح. السؤال اللي بعد كده بيقول لي no other Egyptian footballer is as well known as محمد صلاح. مفيش لاعب مصري معروف زي محمد صلاح. مفيش لاعب مصري معروف زي مين؟ زي محمد صلاح. تمام. معنى كده ايه؟ اعمل تشيك بس ان الريكوردنج شغال. معنى كده ان هو مع بعض no other Egyptian footballer is as well known as محمد صلاح. ده معناه ان هو اكتر لاعب مشهور. تعال بقى نشوف الاختيارات اللي هو مديها لي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي محمد صلاح is more well known. هو معروف يعني well known، ولما نيجي نقارن هنقول more well known than other Egyptian player. well known صح، فدي مظبوطة. تمام. اللي بعدها محمد صلاح is well بقت better known than وجاب hyphens other صح برضو، فا A و B صح. تعال نشوف C غلط ليه. محمد صلاح is not as well known as other ليس معروفا مثل الآخرون، دي غلط. تمام. فالإجابة بتاعتي هنا هي مين؟ هي A and B اللي هي C. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول this dish makes me feel I want to eat. الحاجة اللي تخليك تشعر انك محتاج تاكل اسمها ايه؟ اسمها mouth watering. تمام. ده معناه ان الاكلة دي this dish is mouth watered. لا غلط. this dish is water mouthed غلط. this dish is mouse watered غلط. يا باشا انا حافظها a mouth watering dish. اللي بعد كده which of the following أي من الآتي is correctly structured. أي من الآتي تركيبه صح. إبراهيم is left hand. هو عايز يقول اللي هو أعصر، يعني يكتب بيده اليسرى. ودي بتتقال ازاي؟ اسمها left handed. فين هنا اللي جاب left handed؟ إبراهيم is a hand left، دي غلط ودي غلط. إبراهيم is a left handed student. إبراهيم left handed، والله الاختيار ده صح، بس أنا برضه هبص هنا. إبراهيم is a hand lifted غلط. تمام. نكمل مع بعض جزئية ايه؟ الريرايت. سؤال الريرايت طبعا من الأسئلة الجميلة قوي اللي بتحتاج مني تركيز كده وفهم وايه، والموضوع ان شاء الله سهل ما هواش صعب. ان شاء الله مش حاجة صعبة، لكن كل حاجة بتحتاج وقت ومجهود وتركيز. طيب سؤال الريرايت وانا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان الكلمة دي او العبارة دي استخدمها في الجملة دي، بس حاسب ما تغيرش المعنى. طب ينفع اغير الزمن؟ ينفع تغير الزمن لو الكلمة اللي هنا دي مثلا دالة على مضارع بسيط، وانا مديك مثلا ماضي تام ايا كان. تمام. فانا ما ينفعش خالص اغير المعنى. تمام. كمان انا لازم اكون ضابط كل قواعد ومرادفات الجملة. ازاي؟ تعالى هنشوف مع بعض. هنا طبعا في يونت 4 انا عندي الكومباوند ادجكتيفز، الصفات المركبة. الموضوع سهل قوي، ماهوش صعب. تمام. ركز كده معايا. فاول حاجة بيقول لي في رقم 1 احمد passed an assignment in the last minute. احمد نجح في assignment في last minute. تمام. محتاج استخدم ايه؟ محتاج استخدم last minute. تمام. last minute مستخدمه اهيت. لا، لو هتلاحظ ان عندي last minute هنا فيها هايفن في النص. تمام. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان حضرتك هتجيب لي last minute
اللي بينهم هايفن وتجيب لي الاسم الايه، الاسم الموصوف هنا. طب هنقول الكلام ده ازاي؟ ركز كده بس في الجمله، بيقول لي ايه؟ بيقول لي احمد passed an assignment in the last minute. تمام، تعالى بقى نكتب كده واحده واحده كده وركز، وان شاء الله سهله جدا. طيب انا هكتب جمله انجليزي صح؟ فانا محتاج فاعل. فين فاعل الجمله؟ فاعل الجمله عندك يا باشا زي ما هو. هو مين؟ هو احمد. وبعدين الفعل اللي هو مين؟ اللي هو past، احمد نجح فيه، احمد مر. طيب هو past بعدها ان؟ لا طبعا، لكن succeed in هي اللي بعدها ان. انا عندي pass بتساوي succeed in. خلي بالك من الحته دي، وكمان خليك كده ولد مفتح وصاحي كده. هو بعد pass هنا جاب ان، انت ليه تكتب ان وهو ما جابهاش؟ احمد passed، احمد نجح. نجحت في ايه يا ابو حميد؟ بص، the last وهايفن ومينت، last minute. احمد passed the last minute ايه؟ the last minute assignment. احمد نجح في الاساينمنت اللي كان في اللاست مينت. ايه اللي حصل؟ ان انا جبت لاست مينت وفيها هايفن وبعدها الاسم الموصوف. تمام. رقم 2 بيقول لي ايه؟ طبعا انا عايزك بس تتعلم انك القواعد او تركيب الجمله انت بتجيبه من هنا. ازاي بتجيبه من هنا؟ يعني انت هنا عندك بص بيقول لك ايه؟ احمد passed an assignment. فانت ما تجيش بقى في الريرايت تكتب لي احمد passed in. غلط يا حبيبي، وتعلم بقى ان باص بعديها ما بعدهاش ايه؟ ما بعدهاش ان، واللي بعدها ان هي سكسيد. تمام. طيب assignment يعني لاست ميل دي سهل قوي قلناها. طب اللي بعد كده بيقول لك he finished انهى a marathon that was 42 kilometers. يعني انهى الماراثون اللي كان مدته 42 كيلومتر. مطلوب مني ايه حضرتك؟ مطلوب مني استخدم 40 وبعدين هايفن 2 هايفن كيلومتر. تمام. انا كده واضح ان انا عايز محتاج استخدم دي كصفه مركبه وبعدها هنا اسم موصوف. تمام. انا الجمله قدامي اهيت. تمام. تعالى بقى نحاول نحلها. احمد باست ذا لاست هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي he finished a marathon that was 42 kilometers. تعالى نحل يا عم. هتقول لي مين؟ فاعل الجمله اللي هو هي زي ما هو خالص، ما تغيرش فيه. فاعل الجمله هي، وفعل الجمله finished. هو انهى ايه؟ he finished a وبعدين 40 وهايفن 2 وهايفن كيلومتر، وبعدين الاسم الموصوف اللي هو ماراثون. هو انهى الماراثون اللي كان مدته 42 كيلومتر. عملنا ايه؟ جبنا فاعل الجمله هي وفاعل الجمله finished وبعدين الصفه 42 كيلومتر والموصوف اللي هو ماراثون، وجبنا هايفن هنا وهايفن هنا، جبنا هايفن بين كل كلمه والثانيه واستخدمنا هو حضرتك ليه استخدمت في الجمله دي يا مستر؟ انا استخدمت حقيقي عشان ماراثون ده يعد لانه اسم يعد وجاي مفرد. يعني هو لو جمع انا مش هستخدم تمام. يبقى انا استخدمت عشان هو اسم مفرد يعد. ماراثون اللي هو الاسم الموصوف في الجمله مفرد يعد، فبالتالي بستخدم او ان قبل الصفه. قبل الايه؟ قبل الصفه. طب ليه ما استخدمناش ان؟ علشان بادئه بحرف الاف. تمام. وبعدين ما انت ممكن تريح نفسك قوي وتبص تلاقي اصلا هو ماراثون هنا جايب قبلها ايه؟ ماراثون جايب قبلها تمام. فبالتالي ماراثون يتعد، فبالتالي انا عايز قبل الصفه يكون عندي السؤال اللي بعد كده، احنا بس في الاول كده هنحاول نشرح ونفصص كل حاجه، بس بعد كده الريتم هيبقى اسرع لوحده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ I ate a sandwich that was prepared at home. انا اكلت ساندويتش معمول في البيت. مطلوب مني استخدم ايه؟ مطلوب مني استخدم home prepared. home prepared معناها معد بالبيت. تمام. انا هعمل ايه؟ تعمل يا ابو الشباب زي ما اتعودنا، هتجيب لي فاعل الجمله. مين فاعل الجمله اللي عندك؟
مين فاعل الجملة اللي عندك؟ مين اللي كل؟ سيادتك اللي كل، فهتقول لي اي، ما انت فاعل الجملة. عملت ايه يا عم؟ كبر الخط القلم شوية. اكلت. اكلت ولا تاكل؟ لا، اكلت في الماضي. ايت. كلت ايه؟ ولا مفيش ولا ان؟ ما هو بص، هو كلمة ساندوتش جايب قبلها تمام. هوم وهايفن ميد. هوم ميد. هوم سوري، هوم بريبيرد. هوم بريبيرد. I ate a home prepared. I ate a home prepared ايه حضرتك؟ a home prepared sandwich. I ate a home prepared sandwich. تمام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حضرتك جبت لي فاعل الجمله اللي هو عادي خالص، التصريف التاني اللي هو بنيت جمله، وبعدين جبت عشان الساندوتش يتعد. ولو ما انتش فاهم، الساندوتش قبلها في الجمله بتاعته اللي هو مديها لك اللي هي هنا، وبعدين استخدمنا مش عشان ده الصوت الها. تمام. الاتش اللي بيجي قبله مش I ate a home prepared sandwich. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لي I have a meeting. I have a meeting. أنا عندي اجتماع that lasts for 2 hours. اللي بيستمر لمدة 2 hours. أنا عندي اجتماع بيستمر لمدة 2 hours. أنا هعمل إيه؟ سهلة قوي. مطلوب مني أستخدم 30 minute. ما شاء الله. طبعا دي أكيد غلطة، لأن هستخدم 30 minute. لا، انا مش هستخدم 30 minute، هستخدم 2 وهايفن وأور. هو المفروض يقول لي كده، المفروض يقول لي استخدم 2 hour. المفروض يقول لي استخدم 2 hour. ماشي، مش 30 minute اللي هو جايبها دي. طيب تعالى نعمل الجملة I have a meeting that lasts for 2 hours. تعالى يا باشا هنا كده، فين فاعل جملتك يا باشا؟ فاعل الجملة I، والفعل have، المفعول به ايه؟ اجتماع مدته كام؟ اجتماع مدته زي ما قلنا 2 hour، ساعتين. I have هستخدم او ان ولا ما استخدمش؟ هستخدم او ان عشان هو قبل الميتنج هنا جايب طيب to والهايفن الجميلة I have a 2 hour meeting. I have a 2 hour meeting. أنا عندي I have a 2 hour meeting. أنا عندي meeting اجتماع مدته 2 hour، وجبنا أو آن عشان هو حتى في الجملة مستخدم قبل meeting وعشان meeting اسم يعد وجاي في الجملة مفرد، واستخدمنا مش آن علشان بدأ بصوت حرف التي اللي هو ما هواش فاول. ايه السؤال اللي بعد كده؟ بيقول لك ايه؟ السؤال اللي بعد كده تعالى نقرأه الأول وبعدين نرجع. هنا بيقول لي I use a car. أنا بستخدم عربية that runs on electricity. أنا بستخدم عربية run on. خلي بالك، عبارة run on يعني يدار بي. عبارة run on يعني يدار بي. تمام. بتدار بالايه عربيتك يا صاحبنا؟ بتدار بالالكتريسيتي، بالكهرباء. تمام. تعال نستخدم ايه؟ قال لي استخدم لي electric powered يعني تدار بالكهرباء. تمام. تعال يا باشا، انا عندي حاجات ثابته في الجمله. ايه الحاجات الثابته اللي في الجمله؟ عندي في الجمله حاجات ثابته. ايه هي؟ ان حضرتك مش هتستخدم ان حضرتك هتستخدم الفاعل والفعل بتاع الجمله. تمام. فين هو بقى؟ اهوت. بص كده بقول لك ايه هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي I use a car that run on electricity. انا بستخدم عربيه بتشتغل بالكهرباء. طيب فهقول انا اللي هي I استخدم اللي هي use عاديه I use. خلي بالك هو هنا قال لي ايه؟ a car that runs. a car في الجمله بتاعت الايه؟ في الجمله اللي هنا قال لي ايه؟ قال لي a car. خلي بالك بقى من الابداع اللي هيحصل هنا. I use، انا هسيبها فاضيه، هستخدم ولا ان،
ولا ما استخدمهاش؟ محتاجك تتفكر، هتستخدم ولا ولا مش هتستخدم حاجة خالص. I use هو عايز ايه؟ عاوز electric powered electric powered electric powered car. ما تفكر معايا كده والشهاد بصوت عالي. تمام. هو انا هستخدم وان ولا مش هستخدم حاجة؟ تعال نشوف. باورد كار يعني سيارة بتستخدم، اللي هو الكتريك باورد كار، سيارة بتضرب بالكهرباء. انا عندي كلمة كار اسم يعد، بيتعد، العربية بتتعد، ومفرد هي جاية مفرد، اذا انا محتاج استخدم او ان. تمام. هو مستر في الجملة هنا مستخدم فانا كمان هستخدم زيه. للاسف لا، مش هتستخدم زيه، انت هنا غلطان. هتستخدم ان. يعني ان، وليه ان؟ عشان بدأ بالحرف بالحرف اللي هو صوت متحرك. اذا اجابتي هتكون هتكون I use an electric powered car. انا عارف ان معظمكم فاهم الحاجات دي، لكن اعذر خوفي عليك، انا مضطر اقول لك كل حاجة، لان فعلا بكون خايف وقلقان ان المعلومة تهرب منك. كمان المعلومة كل ما بتقولها وكل ما بتعدي عليها وكل ما بتكررها، حتى لو انت فاهمها، انت بتستفيد بيها وبتفضل معاك اطول مدة. السؤال اللي بعد كده اللي هو بيقول لي بيقول مستر عمر wrote a story that breaks reader's heart. بيقول لي استخدم heart breaking. تمام، انا فهمت اللعب بقى. انا هكتب اول حاجة مستر عمر wrote، مستر عمر كتب، واجي عند او ان دي بقى وفرمل بقى. طيب هقول القصة الاول، هجيب الصفة اللي هي heart breaking دي، والموصوف فين؟ الموصوف في اخر الجملة. وهستخدم او ان لو كان الموصوف ده اسم مفرد يتعد، اما لو كان لا يعد او كان جمع ما بستخدمش او ان. وبستخدم لو كان صفة الموصوف بادئة بصوت، بستخدم لو بادئة بصوت ساكن. وبستخدم ان لو كان الموصوف، لو كان الصفة بادئة بصوت متحرك. واحدة واحدة كده اقولها لك تاني. تعالى كده بطريقة تانية ولطيفة خالص. بص كده معايا، هتعمل ايه في الرايت بتاع السؤال ده كله عشان تبقى انت خلصت منه قصته منتهيه؟ هتجيب فاعل، وفعل الجمله عادي خالص، وبعدين هتجيب او ان او ما تجيبش، وبعدين الصفه والاسم الموصوف. ازاي بقى؟ تعالى كده. فاعل الجمله ده اللي هو بيكون موجود في الاول ده اي وي ويو ذي. هاف نحن كتبنا شربنا اكلنا. وبعدين امتى استخدم او ان وامتى ما استخدمش؟ ما تستخدمش لو الاسم الموصوف ده لا يعد، او لو جاي جمع، ما تستخدمش لا ولا ان. تمام كده؟ يعني الراجل لو في الجمله دي اللي انت لسه عاملها من شويه دي لو هو بيقول لك ان انا عندي عربيات تدار بالكهرباء، حضرتك عندك اسطول عربيات تدار بالكهرباء، فهتبقى هنا كارز سيارات. هتقول ايه بقى؟ هتقول I use، ومش هتستخدم ولا ان، وهتقول I use electric powered cars. واضحه كده ومفهومه؟ ان شاء الله واضحه ومفهومه. طيب لو حضرتك عندك عربيه واحده كار، فعربيه واحده دي السياره تعد مفرد، فهتقول ايه؟ هتقول ان الكتريك كار. تمام، تعال نكمل. فانا بقول لك بقول انك انت بتجيب الفاعل في الجمله، وبعد كده الفعل، وبعد كده او ان، او ما بتستخدمش ولا ان لو انت عندك الاسم الموصوف لا يعد او جاي جمع. وبتستخدم لو الاسم ده مفرد. امتى تستخدم بقى؟ لو الاسم لو الاسم مفرد تستخدم تستخدم تمام. لو انت عندك اسم مفرد يعد، لو الاسم اصلا بيتعد وجاي في شكل في شكل الافراد. تمام. طب انا بقى لقيته مفرد ويعد، استخدم استخدم ولا ان؟ بص انا هسهلها لك خالص عشان مش كل شويه اقول الحته دي، علشان ما نطولش الفيديو عليك. هتستخدم امتى؟ لو الاسم مفرد يعد. لو الاسم مفرد يعد. تستخدم امتى؟ لو الاسم مفرد يعد. صلاة النبي. عايز افرق ما بينهم، تفرق ما بينهم تستخدم لو الاسم مفرد يعد. وخلي بالك، خلي بالك
الصفة أول حرف فين؟ في الصفة صوت ساكن، فأنا بستخدم أو آن بناء على إيه؟ على أول حرف، على أول صوت في الصفة. الصفة اللي عندي أنا بقول لك تمام. طب نكمل دي بس. وتستخدم أن إمتى؟ لو أنت عندك مفرد يعد وأول صوت في الصفة، وأنا بقول صوت مش حرف، وأول صوت في الصفة تستخدم آن. لو قلت في الصفة متحرك، لو قلت في الصفة إيه؟ متحرك. ما تتكسفش عادي، يقول لي يا مستر هو إيه الأصوات المتحركة؟ عادي يا عم، كلنا بننسى. الأصوات المتحركة هي إيه؟ إي، آي، وأو، ويو. دي كده اسمها أصوات متحركة. تمام. فأنت يا حبيبي هتستخدم إمتى؟ هتستخدم إمتى؟ أهو هستخدم يا مستر لو الموصوف اسم مفرد. لو الموصوف إيه؟ اسم مفرد. ولو أول الصفة صوت ساكن. تمام. وتستخدم أن إمتى؟ لو الموصوف اسم مفرد يعد وأول صوت في الصفة، أول صوت، أول حرف يعني في الصفة مش في الموصوف متحرك، في الحقيقة تستخدم آن. طيب أنا نسيت يا مستر هو إيه المتحرك؟ متحرك يا حبيبي هو إي آي أو يو. تمام. تعالى بقى نشوف الأمثلة اللي إحنا حليناها. أنا بحب أراجع، بحب أكد على معلومتي، أنا بخاف عليك، أنا قلبي ما بيطوعنيش إن أعدي معلومة كده برغم إني واثق إنك شاطر وعارفها، بس استحمل خوفي عليك. تمام. عيل باباك هيفضل يحذرك من الطريق اللي بتعدي منه من 20 و17 سنه، هيفضل برضه يحذرك، وانا برضه هفضل خايف عليك وافضل اقول لك خلي بالك من اوان، او حاسب ده فاعل مفرد، الفعل اللي بعده في المصدر ضيف له اس، هفضل اقول لك كده. هنا قال لي ايه؟ I use، انا بستخدم electric powered car مش cars. تمام. مستر هستخدم اوان بناء على ايه؟ بناء على كار، هي اسم مفرد يعد، فبالتالي هستخدم او ان. طب اختار او ان امتى؟ تختار ان لو بدأ بصوت متحرك. لو الصفه بدأ بصوت متحرك تستخدم امتى؟ لو الصفه بدأ بصوت ساكن. خلاص بقى يا مستر فهمنا النقطه دي. عايزين بقى نشتغل بسرعه شويه. يلا يا ابو الشباب نشتغل بسرعه شويه. السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 6. مستر عمر wrote a story that breaks، اللي حطمت readers hearts، حطمت قلوب القراء. تمام. مستر عمر كتب قصة حطمت قلوب القراء. الله يسامحك يا مستر عمر. تعال نشوف هنحلها ازاي. هنقول مستر عمر معايا كده wrote كتب a heart breaking story. هقولها ازاي؟ سهلة يا باشا، سهلة جدا. هاتلي فاعل الجملة، فاعل الجملة، هاتلي فاعل الجملة مستر عمر. ماله المستر عمر؟ كتب روت، وهستخدم عشان هي قصة واحدة. a heart، a heart breaking. كتب a heart breaking ايه؟ story. مستر عمر wrote a heart breaking story. المستر عمر كتب قصة تحطم قلوب القراء. تمام. فجبنا هي علشان ستوري مفرد، واستخدمنا مش عشان بدأ بصوت متحرك. ايه السؤال اللي بعد كده؟ امي made a cake، عملت كيكة with the flavor of chocolate، بطعم الشوكولاتة. استخدم chocolate flavored، chocolate flavored يعني انا هجيب الموصوف هنا. تمام. امي عملت كيكة بطعم الشوكولاتة. تعال نشوف امي عملت كيكة بطعم الشوكولاتة هنقولها ازاي. هنقول مام ميد، امي فاعل، مام فعل، ميد وبعدين الاسم الموصوف chocolate flavored cake. اهيت. هقول ودي بقى هقولها لك بسرعه خلاص. بص اهو مام سوري مام امي ميد عملت ايه؟ آه ها احنا عايزين نقول ايه؟ امي عملت chocolate، وما تنساش الهايف chocolate flavored. chocolate flavored
كيك. امي عملت شوكليت فلافورد كيك. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يا ابو الشباب، رودينا enjoy the pizza made in Italy. رودينا عملت بيتزاية استمتعت بالبيتزاية اللي مصنوعة في إيطاليا. بيقول لي استخدم Italy made. لكن طبعا أعتقد برضو يعني إن الكتاب دي الغلطة التانية في صفحة واحدة. هو أنا لما أجي أقول مصنوع في إيطاليا مش هقول Italy made، الأفضل إن أنا هقول Italian made. Italian made هقولها إزاي؟ هقول بسرعة بقى يا مستر. حاضر يا عم بسرعة. هقول رودينا enjoyed. رودينا استمتعت بإيه؟ أنا فاهم يا مستر، ما تقولهاش an Italian وهايفن الجميلة made pizza. رودينا enjoyed an Italian made pizza. خلي بالك لو أنا بصحح وهي كاتب لي Italian بحرف سمول والله هزعل منك. تمام. السؤال اللي بعد كده سما my daughter. سما ابنتي حبيبتي وغالية عليا، بنتي اسمها سما فعلا. is 10 years old، بس هي مش 10 years old، هي أكبر من كده شوية. سما my daughter is 10 years old. استخدم 10 year old 10 year old وما هنا فيها هايفنز ما فيهاش جمع بعد year، فأنا عندي هنا الاسم الموصوف. فأنا هقول سما ابنتي هي عندها 10 سنوات. هقولها ازاي؟ هقول طبعا انا هكتب اسم سما كبير، سما. تمام. وهو زي ما هو عامل جايب my daughter. تمام. سما my daughter. سما ابنتي. مالها بقى سما ابنتي؟ is خلي بالك انا هكتب جملة سما بكل الالوان، ما هي ابنتي. سما my daughter is. سما my daughter is ايه؟ عندها ايه؟ خلي بالك 10 وهايفن year وهايفن old. لازم اسم موصوف. هي سما ايه؟ girl بنت. خلي بالك جملة سما خدت الكتاب كله. سما الله يسامحك يا سما. سما my daughter is a 10-year-old girl. تمام. الجملة اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك she wrote. هي كتبت she wore. هي لابسة high heels كعب عالي that were 10 centimeters tall اللي كان طوله 10 سنتيمتر. اعتقد ان ده هيلز طويلة جدا. she wore high heels لابسة كعب عالي that were 10 centimeters tall. بيقول لي استخدم 10 سنتيمتر. افهم كده حبيبي، انا عندي هايفن وعندي رقم 10 بعده اسم مفرد، فده اكيد صفة مركبة محتاج لها موصوف هنا. تمام. هنعملها ازاي؟ هجيب فاعل الجملة اللي هو she عادي خالص، وبعدين ارتبط were، وبعدين خلي بالك ولا ان ولا ما تستخدمش، كل شويه هترجعها مستر. وبعدين 10 وبعدين هايفن وسنتي متر هاي هيلز انا بحذرك هيلز. هتستخدم ولا ما تستخدمش؟ لا مستر انا عندي هيلز ديت من الحاجات اللي هي الجمع اللي هي الاثنين. تمام. فبالتالي انا عندي جمع. حضرتك قلت لي لو انت عندك جمع ما تستخدمش ولا ان، فالاجابه الصح بتاعتي هتكون من غير ولا ان، فهتقول she wore 10 centimeters high heels. تمام برافو عليك. السؤال اللي بعد كده
بيقول لك ايه يا ابو الشباب؟ بيقول لي the farmer الفلاح lived in a house made of wood. الفلاح عايش في بيت مصنوع من الخشب. استخدم wood built. تمام. تعالى فاعل الجملة the farmer الفلاح يعيش lived in ولا on ولا at. هو الراجل مديك in، بالله عليك ما تألف. the farmer lived in وبعدين a wood built in a wood built ايه؟ in a wood built house. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the motorbike is a vehicle that has two wheels. الموتور بايك ده vehicle مركبة عندها two wheels. استخدم wheeled. تمام. يعني عايز يقول لي استخدم two wheeled vehicle. انا هسهلها لك، طبعا هو جايبها هنا صعبة شويتين، يعني محتاجة تفكير. فانا هستخدم ايه؟ هستخدم two wheeled vehicle. هقولها ازاي؟ هقول the motorbike the motorbike is ايه؟ a two hyphen wheeled is a two wheeled vehicle. تمام كده. the motorbike ده الفاعل، والفعل is a two wheeled vehicle اللي هو مركبة ذات الايه؟ مركبة ذات الاثنين اطار، عندها كاوتشين يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the vase الفازة that the artist made has a perfect shape. الفازة اللي هو الفنان عاملها عندها perfect shape، عندها شكل مثالي. استخدم perfectly shaped يعني شكلها مثالي. فأنا هعمل إيه؟ هقول زي ما أنا متعود عادي خالص، هقول وكل مرة بجيب لون. تمام. تبقى أنت هقول the artist made the artist made. الارتست ميد عمل ايه؟ هتجيب والصفة المركبة اللي هو مديها لي perfectly shaped vase. the artist made الارتست عمل a perfectly shaped vase. السؤال اللي بعد كده اللي هو بيقول لك they watched شاهدوا a video of full length. شاهدوا فيديو of full length. تمام. الصفة المركبة اللي عايز تستخدمها ايه؟ full length. سهلة قوي. حط الموصوف هنا وقبله فاعل الجملة وفعله هنا، فاعل الجملة وفعله هنا، والموصوف هنا. هتكون ازاي؟ هي رقم 14. تعالى نعملها. هتقول لي they watched a full length video. they هم watched هم شاهدوا ايه؟ a full وهايفن length video. they watched a full length video. شاهدوا فيديو مدته كام؟ full length. تمام. السؤال اللي بعد كده اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك this is a bag that weighs 3 kilograms. This is a bag هذه حقيبة اللي بتوزن 3 كيلو جرام. استخدم 3 كيلو. خلاص انا فهمت ان انا اجيب لي هنا رقم وبعده كيلو مش كيلوز، يعني مفرد وبينهم هايفن، فهو ده اسم صفة مركبة. عايز فعل وفعل هنا وعايز اسم موصوف هنا. تمام. يلا يا عم قول. هتقولها ازاي؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي this is a 3 kilo bag. this is a 3 kilo bag. this is a 3 kilo
bag. This is a 3 kilo bag. هذه 3 كيلو bag. السؤال اللي بعد كده سهل جدا على فكرة، القاعدة دي الحل عليها سهل يعني. We have a building with 5 floors. احنا عندنا مبنى عنده 5 floors. استخدم 5 story اللي هو الطوابق الايه؟ الطوابق الخمسة. هنقولها ازاي؟ هنقول we have عادي خالص بتاعتنا اللي هو الجملة بتاعتنا. we have احنا عندنا a 5 وهايفن story building. احنا عندنا 5 story building، يعني عندنا مبنى عنده 5 طوابق. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بقى ايه؟ a bit advanced، يعني متقدم شوية، وهو برضه سهلة، أسئلة سهلة جدا هبسطها لك إن شاء الله. طيب بيقول لي إيه؟ he gave a performance that everyone praised high. هو عمل performance، عمل عرض اللي كل واحد من الحاضرين praised high، يعني أثنى عليه بشكل كبير. بيقول استخدم highly. هو هنا مصعبها لي شوية، إن هو ما قاليش highly praised يعني تم الثناء عليه أو مدحه بشكل كبير. فأنا عندي هنا هيكون في هايفن، أنا هضيفها من عندي، وعندي praised. معنى كده إن أنا لازم أحفظ شوية وأركز شوية. أنا عامل لك جدول، قلت لك في أول الفيديو عامل جدول كبير كده، وجدول حلو قوي فيه الصفات المركبة. اقرأها كتير وعدي عليها كتير. السنة لسه معانا طويلة لو هنشتغل. خلي بالك الوقت طويل وكافي للي هيشتغل، لكن صدقني الوقت بيخلص في مفيش في منت، في نومة. الوقت بيخلص في نومة. ما تنامش وما تضيعش وقتك، وما تقولش هراجع دي في آخر السنة، هراجع دي في آخر السنة. تتفاجئ انك في آخر السنة محتاج تراجع كل حاجة، وبدأت يجيلك تنشنة وتفقد أعصابك وتخاف وما انتش عارف تعمل حاجة، وتفاجئ بيك كاتب لي يا مستر أنا مراكم يا مستر، أعمل إيه؟ حبيبي أنت لسه قدامك وقت طويل. من دلوقتي اشتغل من دلوقتي. تعال نشوف هو بيقول لي إيه. السؤال اللي هو رقم 17. هنقولها إزاي؟ هنقول هي الفاعل بتاعنا عادي خالص، وبعدين gave، وبعدين الصفة بقى، فهقول highly praised. highly praised ايه؟ performance. ايه اللي حاصل؟ ادي فاعل وفعل اهوت عادي، عشان performance مفرد يعد، وهايلي انا ضفت لها هايفن وجبت praised. highly praised performance. تمام. السؤال اللي بعد كده اللي هو بيقول لي عليه كتاب معاصر، بيقول لي ان هو a bit advanced. لا مش advanced ولا حاجة علينا. تمام. he gave an answer that showed he had a quick wit. تفكرك بإيه؟ وكمان هو قال لك استخدم witted تفكرني بحاجة اسمها a quick witted answer. هقولها ازاي؟ سهلة قوي. هجيب فاعل الجملة وهقول he gave، هو أعطى، he gave وبعدين quick وهايفن witted answer. he gave هو أعطى، he gave a quick witted answer. he gave a quick witted answer. السؤال اللي بعد كده Mom made a meal that made us hungry and eager to eat. وشغوفين ان احنا ناكل. استخدم mouth watering، وانا حافظ mouth watering من الكلمات بالصفات المتكررة في كل الكتب. mouth watering هقولها ازاي؟ هو بيقول لي Mom made a meal that made us hungry and eager to eat. امي عملت لنا اكله خلتنا
هانجري جعانين وشغوفين ناكلها. هقولها ازاي؟ هقول مام امي عملت اكله كانت ماوث ووترنج. معايا كده؟ هقول مام ميد امي عملت اكله دي اسم يعد مفرد صح ولا ايه؟ الوجبات تتعد لكن اسم الوجبه نفسه ما يتعدش، يعني بريكفاست ولانش ودينر ملهاش جمع فبالتالي مش قبلها او ان، لكن كلمه ميل لها جمع. تمام؟ فهقول مام ميد امي عملت ماوث watering a mouth watering ايه؟ mom made a mouth watering meal. انا حافظ mouth watering يعني مسيل للعاب، اللي هو يعني معناها انك انت تشتهي تاكل الحاجه اللي قدامك. تمام؟ mouth watering. السؤال اللي بعد كده she lives in an area she lives in an area that has ايه اللي فيها؟ dense population. انا كده افتكرت يا مستر، انا حافظ الكلمه دي في الفوكاب، حافظ densely populated. هو جايب لي populated بس مش جايب معاها densely. الصعوبه هنا ان هنا بيسمع لي الصفات شويه. ارجع للجدول اللي عامله لك مستر احمد، مش هتلاقي جدول زيه. ركز فيه وقسمه على الايام واحفظه واسمعه، هيجيب لك حاجه زي كده، هيجيب لك populated دهيت هتلاقيها محتاجه ايه؟ محتاجه densely وتقول انا حافظها. تمام؟ تسالوك حفظتها ازاي؟ هتقول انا حافظ جدول مستر احمد كمال. السؤال اللي بعد كده هنجاوبه ازاي؟ هنقول she lives in هي عايشه في a densely populated area. تاني she اللي هو فاعل الجمله عادي خالص، و lives. طب هو لو مكتوب في الامتحان live وانا عملتها lives مش مقبوله، مش معناه انك ما انتش مركز. she ومش كل الناس هتعديها لك. she lives in وبعدين لأن area دي كلمة تعد densely populated. هي عايشة في densely populated ايه؟ area. تمام؟ هنا فاعل الجملة she lives in هو مديها لي أصلا live in، عشان area كلمة مفرد تعد، و densely populated أنا حافظها مكان به كثافة سكانية عالية. السؤال اللي بعده بيقول لي they had a talk that was marked by open mindedness. يعني هم كان عندهم توك كلام يعني حوار اللي كان marked by كان علامة الكلام ده أو صفته يعني إن هو فين؟ marked by open mindedness اللي هو التفتح الفكري. mindedness. تمام؟ open mindedness تفتح فكري. هنا بيفكرني بالصفة اللي أنا حافظها open mind، حافظها من زمان قوي open minded. يبقى هقول هم كان عندهم حوار كان عندهم open minded talk. open minded ايه؟ talk. هقولها ازاي؟ اهوت يا باشا. هتقول لي فعل الجملة ايه؟ they. بليز لو سمحت. فاعل الجملة they فاعل الجملة they وبعدين had. بحاول اخلص من دي. an open minded talk TALK. تمام؟ they had an open minded talk. هم كان عندهم talk حديث او كلام متسم بان هو open mind، متصف بانه open minded. السؤال اللي بعد كده وليد gave a speech in which he chose his words carefully. وليد كان عنده speech ألقى خطاب واللي فيه اختار كلماته بعناية. صفة الحوار ده ان هو كان ايه؟ كان carefully chosen. مش الحوار بقى، مين اللي هيكون carefully chosen هنا؟ carefully chosen speech. carefully chosen speech يعني الحوار carefully chosen speech. طبعا ما ينفعش نقول
carefully chosen words تنفع. يعني ينفع اقول carefully chosen words و carefully chosen speech. الاسهل ان انا اقول carefully chosen speech. هقولها ازاي؟ هتقول لي فاعل الجمله اللي هو وليد. وليد gave، وليد اعطى a carefully، وليد gave a carefully chosen speech. وليد gave a carefully chosen speech. تمام. وليد أعطى حوار واللي كان فيه الكلمات أو الخطاب بتاعه كان carefully chosen. أو طبعا ينفع أقول إيه؟ ينفع أقول، تعالى كده نقولها بالمعنى التاني. لو أنا عايز أقول carefully chosen words هقول وليد gave a speech in which، واللي فيه he used استخدم carefully chosen words. هقولها لك تاني، بص كده معايا. هقول لك وليد gave a speech. وليد ألقى خطاب in which، واللي فيه he used استخدم carefully chosen words، واللي فيه استخدم كلمات كانت مختارة بشكل ايه؟ مختارة بعناية. هنا طبعا ما استخدمناش او ان قبل carefully chosen words، لكن لو انت واخد بالك ان احنا استخدمنا اهيت قبل مين؟ قبل carefully chosen speed. السؤال اللي بعد كده، we entered a wedding hall. دخلنا a wedding hall that was bright with light، واللي كانت زاهية بالأنوار. بيقول لي استخدم lit. من الكلمات اللي عندك في المنهج brightly lit. brightly lit يعني مضوءة بشكل ايه؟ زاهية. تعالى بقى نحلها كده، سهلة قوي. تمام. هو بس كل الفكرة ان هو عايزك، هو هنا كتب لك lit وعايزك انت بنفسك تفتكر brightly lit. تمام. هتقولها ازاي والشباب؟ هتقول لي we نحن دخلنا we enter a، وبعدين الصفة بتاعتي اللي هي brightly. we entered a brightly lit wedding hall. we entered a brightly lit wedding hall. دخلنا إلى قاعة أفراح كانت زاهية الأنوار. طيب آخر حاجة عندي بقى اللي هي إيه؟ اللي هي بيقول we took a decision that was far to reach. we took a decision، خدنا قرار واللي كان يعني صعب الوصول إليه. الحاجة اللي صعب الوصول إليها اسمها إيه؟ اسمها far reaching. هنقولها ازاي؟ احنا خدنا قرار صعب المنال. تمام. هقولها ازاي؟ هقول اهو، هتقول we took، احنا خدنا a far هايفن الجميلة far reaching decision. we took a far reaching decision. جبت لي هنا الفاعل والفعل اهو، عشان decision قرار واحد، وفار reaching انت حافظها، هو مديك بس هنا فار، لكن انت قلت له انا عارف انها اسمها فار ايه؟ فار reaching. احنا كده خلصنا 24. خلصنا ال 24 جملة rewrite اللي هنا اللي في كتاب المعاصر. في نفس الفيديو ده خلي بالك انا هعمل لك نفس اليونت ونفس القاعدة ونفس الجرامر دوت، عامل لك من كتاب جيم. وان شاء الله معانا برضو كتب تانية، هنعمل الواحدة من كذا فيديو. تابعني وان شاء الله هتفهم القاعدة وتقفل انجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.